في سؤال بيتكرر معايا كتير، هل ينفع أشتغل على إعلانات جوجل لو أنا معايا ميزانية صغيرة؟ وإجابتي دايما بتكون أيوة، لكن مش بنفس الطريقة اللي الحسابات أو الشركات بتصرف بيها 10 أو 20 ألف دولار في الشهر. فلو أنت ميزانيتك محدودة لازم تستغل كل جنيه، لأن أي غلطة صغيرة هتفرق معاك في الحملة كلها. وعشان كده في فيديو النهاردة هشارك معاك أهم الخطوات اللي لازم تعملها والحاجات اللي لازم تراعيها علشان توصل لأفضل نتيجة لو انت ميزانيتك صغيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا هاني دراج متخصص في اعلانات جوجل، وفي فيديو النهارده هنتعرف مع بعض او هنتعلم مع بعض ازاي نوصل لافضل نتيجه على اعلانات جوجل لو احنا شغالين بميزانيه صغيره. خلينا بس قبل ما نبدا نتفق على اتفاق تعريف الميزانيه، او الميزانيه كبيره او ميزانيه صغيره. في شبه اتفاق كده بين الناس اللي بتشتغل على جوجل، يعني دي مش حاجه رسميه من جوجل، ان الميزانيات على جوجل المفروض تبدا من اول 3000 دولار في الشهر، يعني بمعنى 100 دولار في اليوم فيما فوق. اي ميزانيه اقل من كده دي بنعتبرها انها ميزانيه صغيره، يعني مثلا بنتكلم 10 دولار او 20 دولار في اليوم، دي كده ميزانيه صغيره شويه ان انت تقدر تشتغل بيها في اعلانات جوجل. وخلينا نتفق برضو على قاعده تانية، ان انت لو عايز تشتغل على اعلانات جوجل لازم تكون قادر ان انت توفر ميزانيه تحقق لك على الاقل في اليوم حوالي 10 نقرات او اكتر، لان لو عدد النقرات اقل من كده فجوجل هيحتاج وقت اطول بكتير عشان يقدر يجمع بيانات، وانت برضه هتحتاج وقت اطول عشان تقدر تحكم ايه الحاجه اللي شغاله وايه الحاجه اللي مش شغاله. فخلينا نشوف مثال عملي ازاي اعرف ان النشاط اللي انا بشتغل فيه او الكلمات اللي انا عايز استهدفها في النشاط اللي انا بشتغل فيه الاسعار بتاعتها عامله ازاي. فببساطه كده هنروح هنا على دي لوحه تحكم اعلانات جوجل، هنروح هنا كده على الادوات، وبعد كده نطلع على التخطيط، اداه تخطيط الكلمات الرئيسيه، بعدين هنضغط هنا كده على اكتشاف كلمات رئيسيه جديده. فخلينا نشوف مثال مثلا كده، يعني ايه صيانه اجهزه كهربائيه او صيانه غسالات مثلا. وبعدين نتأكد هنا من المكان اللي انت بتستهدفه، واللغة هنا موجود هنا كده مصر واللغة العربية بشكل تلقائي، ونضغط على الحصول على النتائج. هيظهر معانا هنا كده ايه بعض النتائج، هنا كده الكلمات الرئيسية. خلينا نشوف كلمة مثلا زي صيانة تلاجات. خلينا بس نقفل ده عشان او نقفل ده برضو الجزء اللي فوق ده كده. طبعا احنا هنا كده مش بنعمل يعني ايه عملية اختيار الكلمات البحثية أو الكلمات المفتاحية من البداية. في فيديو موجود على القناة هسيبه إن شاء الله في صندوق الوصف، تقدر تتفرج عليه عشان تعرف الموضوع ده بالتفصيل. احنا بس بنجيب بس نموذج كده نطبق عليه. فلو جينا نشوف هنا كده الكلمة اللي هي بتاعت صيانة غسالات، ده متوسط عمليات البحث الشهرية. نيجي نشوف السعر هنا كده، والله هنا السعر عرض السعر هنا في أعلى الصفحة، بس تبقى مثلا أنت تالت نتيجة أو رابع نتيجة، حوالي 38 جنيه 46 قرش. وهنا يعني اكتر سعر هتدفعه حوالي 94 جنيه. فهنا كده نقول مثلا مش مكملين، نقول 75 سنت لو احنا عايزين نقربها يعني، وهنا كده مقربين مثلا على 2 دولار. فانت والله حدد لو انت والله تقدر توفر ميزانية، عشان يعني احنا قلنا لازم توصل لحوالي 10 نقرات. فال10 نقرات دول لو هنقول المتوسط هنا 60 جنيه، يعني حوالي دولار وشوية بأسعار النهاردة يعني. فخلينا نقول انت كده محتاج مثلا حوالي 10 12 دولار. لو هتقدر ان انت توفر الميزانيه دي 10 12 دولار تشتغل بهم يوميا، فان شاء الله كده ايه تقدر تستفيد بالفيديو ونكمل الفيديو مع بعض. وخلينا نتكلم عن اول غلطه الناس بتقع فيها، وهي ان اول لما بيدخل على الحساب بتاع اعلانات جوجل بيبدا يعمل اكتر من نوع حمله. فخلينا نبص هنا كده بسرعه، خلينا بس ايه كاننا هنبدا حمله بسرعه كده، ندوس على انشاء حمله بدون تلقي ارشادات. فتيجي تبص تلاقيه فاتح مثلا حملة الأداء الأفضل اللي هي بيرفورمانس ماكس، وحملة بحث، وبعد كده ممكن حملة على الشبكة الإعلانية، وحملة على اليوتيوب، حملة فيديوهات يعني على اليوتيوب. وكل ده وهي الميزانية بتاعته أصلا صغيرة. ودي غلطة كبيرة جدا، لأن أنت أصلا بالميزانية الصغيرة دي الميزانية هتتوزع على أكتر من حملة، وجوجل بيكون محتاج بيانات كتير من كل حملة عشان يقدر يحسن الحملة دي. فأنت الميزانية بتاعتك صغيرة وزعتها على أكتر من مكان أو على أكتر من حملة، لا أنت استفدت بيها ولا جوجل قدر يوصل لبيانات كفايه او لمعلومات كفايه عشان يقدر يحسن الحمله دي. فالحل اللي انا بقترحه لو انت هتبدا بميزانيه صغيره زي ما احنا اتفقنا، الافضل ان انت تبدا بحمله بحث فقط. والنوع ده من الحملات برضو موجود على القناه بالتفصيل، برضو هسيبه هنا كده في صندوق الوصف، تقدر ترجع له بعد الفيديو ده. طيب ليه بنختار ان احنا نبدا حمله البحث؟ اول حاجه ان احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين نوزع الميزانيه على اكتر من نوع حمله. ثانيا احنا بنختار حمله البحث لان هي حمله بسيطه في الاعدادات بتاعتها، وكمان نية الشراء ونية البحث في في النوع ده من الحملات بيكون أعلى. يعني أصلا الشخص عنده احتياج وداخل يدور على الخدمة اللي أنت بتقدمها أو المنتج اللي أنت بتبيعه. وبعد ما توصل لنتائج ثابتة في حملة البحث، ولو قدرت إن شاء الله توفر ميزانية أكبر، ممكن بعد كده بالبيانات اللي أنت حصلت عليها ديت تعمل حملة جديدة، حملة الأداء الأفضل، وتزود ميزانية زيادة، وإن شاء الله يبدأ يجي لك نتائج أفضل وعملاء أكبر. تاني غلطة إن صاحب النشاط يكون عايز يعلن عن كل الخدمات الموجودة عنده، لأن برضو نفس الفكرة إن الميزانية الصغيرة دي هتتوزع على أكتر من حملة،
لان انت هتكون بتعلن عن كل خدمه في حمله منفصله، وهتلاقي نفسك ما عملتش اختبار كويس لكل العناصر بتاعه الحمله، وما وصلتش برضه لبيانات كافيه، والميزانيه ضاعت منك على الفاضي. فعشان كده في البدايه انت لازم تركز على افضل خدمه عندك، واقصد بافضل خدمه دي يعني الخدمه دي بتقدر تبيعها بسهوله، بتجيب لك مكسب كويس. لو انت مثلا بتعمل تسويق في مكان تاني غير جوجل از على السوشيال ميديا مثلا، وشايف ان فعلا دي اكتر خدمه بتطلب عندك، فانت تبدا بالخدمه دي على طول. فلو جينا نشوف مثال هنا كده، انا هنا مثلا كده بقدم خدمه تصميم المتاجر الالكترونيه وتصميم المواقع واداره اعلانات جوجل للتحسين وزياده المبيعات. فلو انا معايا ميزانيه قليله، المفروض ان انا اركز بس على خدمه واحده من الخدمات دي. انا مثلا عارف ان الخدمه بتاعت اداره اعلانات جوجل ديت اكتر خدمه الناس بتطلبها، يعني المكسب فيها بيكون كويس، فخلاص لو انا ميزانيتي محدوده ابدا بس بالخدمه اللي هي بتاعت اداره اعلانات جوجل، اعلن عن الخدمه دي بس، لان كده هقدر احصل على نتائج سريعه ويكون معايا بيانات اكتر، والميزانيه هتكون متركزه على خدمه واحده او على حمله واحده، فاقدر اعمل تحسينات على الحمله بشكل كويس. وفي برضه نصيحه، انت ممكن تبدا بالخدمه اللي بتحقق لك اعلى دخل. فنفترض ان انت عندك خدمه بتدخل لك $500 وخدمه تانية بتدخل لك $200، فلو تكلفه الحصول على العميل اللي هو بيدفع لك $200 نفترض $10، ده مش معناه ان انت لما تيجي تبيع الخدمه اللي هي ب $500 ان انت هتدفع $50 على العميل ده. فدي برضو نصيحه، ان انت تبدا باكتر خدمه بتعمل لك دخل او بتجيب لك فلوس. الغلطه اللي بعد كده برضو اللي الناس بتقع فيها لما يكون معاه ميزانيه صغيره، ان اول لما يبدا حمله يقول لك انا هستهدف البلد كلها. يعني على سبيل المثال انا هنا في مصر، واحد يبدا يقول لك انا معايا عايز ابدا مثلا معايا 1000 جنيه عايز ابدا بيهم. طب انت والله عايز تستهدف فين؟ يقول لك انا الخدمه بتاعتي اقدر اقدمها في مصر كلها، او المنتج بتاعي اقدر ابيعه في مصر كلها. دي برضو غلطه، لانه نفس الكلام جوجل هيبدا يوزع الميزانيه على مناطق كتير، وهي اصلا الميزانيه صغيره، فهيدي بقى كل محافظه او كل منطقه جزء صغير من الميزانيه ديت عشان يحاول يغطي مصر كلها. ففي النهايه برضو مش هيقدر يوصل لبيانات كافيه، ولا هتقدر توصل لنتائج كويسه. فخلينا نشوف هنا كده مثال ديت كده حمله شغاله، انا بس هعمل يعني ايه تعديل على الحمله ديت. فنفترض ان احنا هنا كده هنيجي على الاعدادات اللي هي بتاعه المواقع الجغرافيه، هي هنا بس عشان دي حمله شغاله، فموجود ان في مناطق مستهدفه كذا ومناطق مستبعده كذا. بس هنفترض يعني ايه ان ده مش موجود، فهندوس هنا مثلا كده. فما ينفعش مثلا تبقى انت معاك ميزانيه صغيره وتقول والله انا هستهدف مصر كلها، كده انت هتضيع الميزانيه بتاعتك دي. فالاحسن انت تضغط هنا كده على مواقع جغرافيه مخصصه، وبعدين تيجي هنا كده ننزل تحت شويه. ممكن نعمل هنا كده بحث متقدم، وبعد كده نبدأ بقى ايه، نكتب القاهرة، الجيزة، مناطق مثلا معينة انت عارف ان فيها قوة شرائية كويسة او مناسبة للخدمة اللي انت بتقدمها. لو انت بتشتغل برضه في دولة تانية، بتشتغل في السعودية مثلا، فتحدد انت والله الرياض، جدة، يعني انت كل واحد بيكون ادرى بالمنطقة بتاعته او البلد اللي هو شغال فيها. فزي ما اتفقنا ان انت لازم تختار منطقة بس كده صغيرة تبدأ فيها الاول، عشان تاخد ميزانية كفاية وجوجل يقدر يجمع بيانات وتقدر توصل لنتائج كويسة. وزي ما اتفقنا تقدر بعد كده ان انت توسع الاستهداف لو الميزانيه زادت معاك او بدا يجي لك عملاء وبدات تجيب نتائج. الغلطه اللي بعد كده بتكون برضو اثناء اختيار الكلمات المفتاحيه اللي احنا هنشتغل عليها او اللي احنا هنستهدفها. تبقى انت برضو معاك ميزانيه صغيره زي ما احنا متفقين، وبعد كده تروح تختار كلمات غاليه جدا او المنافسه عليها شديده جدا. فبرضه ممكن تلاقي نفسك ما انتش قادر تجيب على الاقل 10 نقرات اللي احنا اتفقنا عليهم في اول الفيديو، او ان انت هتستهدف كلمات المزايده عليها عاليه، فانت هتحط مزايده قليله عشان الميزانيه قليله، فكده الاعلان بتاعك تقريبا مش هيظهر اصلا، فكده برضه ما استفدتش حاجه. فالحل في الموضوع ده ان انت تختار كلمات تكون فعلا بتعبر عن الخدمه اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتقدمه، لكن في نفس الوقت تقدر زي ما اتفقنا ان انت يبقى معاك ميزانيه تدفع 10، يعني تقدر تجيب على الاقل 10 ضغطات في اليوم، 10 نقرات في اليوم يعني بالميزانيه دي. فتقدر مثلا ايه تختار مثلا تصليح ثلاجات، دي ماشي كلمه مناسبه. ممكن ننزل تحت كده هنا كده ايه شويه، صيانه غسالات LG، يعني دي كده مثلا الفوق يعني النتيجه اللي فوق خالص يعني 206. فده طبعا يعني داخلين على نتكلم في كام، في حوالي $4.5 او $4. فيعني دي كده لا دي كده ايه التكلفه بتاعتها عاليه، فممكن تضيع لك الميزانيه بسرعه من غير ما تستفيد بيها. فانت تختار الكلمات مفتاحيه زي ما قلنا تكون التكلفه بتاعتها معقوله، وفي نفس الوقت تكون بتعبر عن النشاط او الخدمه اللي انت بتقدمها. نيجي للخطوه اللي بعد كده اللي هي الاعلان. في ناس بتتخيل ان هو لازم يخاطب كل الناس بتاعته في الاعلانات، لان ده بيخلي فرصته كبيره ان الناس كتيره تيجي تتعامل معاه، لكن ده مش سليم. الصح ان الاعلان بتاعك يكون مكتوب بطريقه ان هو يجيب لك ناس مستهدفه بنسبه 100%. يعني الاعلان بتاعك لازم يبقى واضح، ولازم تبقى موضح الخدمه اللي انت بتقدمها بالظبط. ولو في امكانيه ان انت تكتب التسعير بتاعك، لان ده من البدايه كده بيفلتر الناس اللي هتدخل على الاعلانات بتاعتك. نفترض ان انت عندك رينج سعر، خلينا برضو زي ما احنا ماشيين بنتكلم بالدولار عشان بس نثبت العمله اللي احنا شغالين بيها، وكل واحد طبعا بيغير بقى العمله على حسب هو بيشتغل في انهي بلد. فوالله ان انت بتقدم خدمه معينه، والله الخدمه دي بتبدا
من $500. فأنت تكتب والله أسعارنا أو خدماتنا تبدأ من $500. فوالله اللي شاف السعر ده كتير عليه فهو أصلا مش هيضغط على الإعلان من الأول. فأنت بتفلتر من بدري بدري كده عشان الناس ما تدخلش تضغط على الإعلانات بتاعتك على الفاضي. خلينا نمسك مثال مثلا كده، عقارات. أنت بتبيع عقارات وعندك والله وحدات معينة، القسط السنوي بتاعها أو المقدم، خلينا نقول المقدم بيبدأ من 300,000 جنيه. فأنت تكتب كده إيه، المقدم يبدأ ب 300,000 جنيه وأقساط مثلا على 10 سنوات. فمن البداية كده إن أنت برضو بتفلتر الناس، ده اللي مناسب معاه هيدخل على الإعلان وهيكون مهتم فعلا، واللي مش مناسب معاه خلاص هيتجاهل الإعلان ويوفر عليك فلوس ويوفر عليك وقت طبعا. فخلينا نشوف مثال عملي كده، نفترض ده كده إعلان، ده طبعا ديت حملة كده إيه شغالة. احنا بس كده ايه هنحاول نخبي يعني البيانات بتاعة الكلمات دي، بس هنشرح الفكرة كده سريعا. انت هنا كده بتيجي على الجزء اللي هو الخاص بالعناوين يعني، وبرضه الوصف بتاع الإعلان. زي ما اتفقنا تيجي هنا كده ايه تبدأ تكتب برضه الحاجات تكون معبرة فعلا عن الخدمة اللي انت بتقدمها. هنا مثلا كده صيانة جميع أنواع الغسالات، صيانة جميع أنواع الثلاجات، الديب فريزر، مركز خدمة متكامل، خبراء مدربون وهكذا. تيجي هنا برضو كده لو نفترض مثلا تيجي هنا كده الأسعار بتاعتنا مثلا أو أسعار الخدمة تبدأ من 1000 جنيه أو حاجات زي كده يعني، زي ما اتفقنا عشان تفلتر الناس اللي أصلا داخلة من الأول. آخر نقطة عايز أتكلم عليها في الفيديو ده هي إنك ما تتعاملش مع الحملة كأنك شغلتها مرة واحدة كده وعملت الحملة مرة واحدة كده وخلاص وهتسيبها تشتغل مع نفسها. فالحملة تشتغل وانت تسيبها كده ايه اسبوع 2 3 من غير ما تبص عليها خالص، وبعد كده هتيجي تشتكي تقول ان مفيش نتائج. فانت لازم تتابع الحملة بتاعتك يوم بيوم، وخصوصا لو انت الميزانية بتاعتك صغيرة لازم تشوف وتعرف كل دولار او كل جنيه انت بتصرفه راح فين بالظبط. فتشوف ايه الكلمات المفتاحية اللي جابت لك نتائج وتبدأ تركز عليها، وتشوف كلمات مشابهة ليها، وتشوف برضو ايه الكلمات اللي انت صرفت عليها وما جابتش اي تحويلات ولا جابت نتائج. ففي خطوة كده لازم نعملها مع بعض، خطوة مهمة قوي. بتروح هنا كده على الاحصائيات والتقارير، وبعد كده بتدوس على عبارات البحث. وبرضه لو انت مش عارف ايه هي عبارات البحث ديت، برضه في الفيديو اللي انا كنت بشرح فيه الكلمات المفتاحية وعبارات البحث برضه هسيبه في الوصف، تقدر ترجع له في اي وقت هتفهم الموضوع ده بالتفصيل. فخلينا كده نشوف نتائج، بس ايه نرجع شوية كده بالتاريخ. خلينا نشوف مثلا اخر 14 يوم. فهتبدأ تقلب بقى في الكلمات كده. فخلينا نفترض ان الكلمات ديت شايف ان هي كلمات مناسبة، تقدر تعلم عليها كده تختارها، وبعد كده تدوس اضافة ككلمة رئيسية. يعني انت عايز الاعلان بتاعك يظهر على لما الناس تدور على الكلمة ديت او على الكلمات ديت. لو شايف ان الكلمات ديت مش مناسبة ومش بتعبر عن الخدمة بتاعتك فتدوس على اضافة ككلمة رئيسية سلبية. فاما تدوس على الكلمة دي كده او على الاختيار ده تقدر تحط الكلمة دي كلمة سلبية على المجموعة الإعلانية، على مستوى المجموعة الإعلانية أو مستوى الحملة. أو لو أنت عندك بقى لستة بتفلتر فيها كل الحساب تقدر تضيفها برضو في الليستة دي. حاجة برضو أخيرة لازم تراجعها أو تبص عليها من فترة للتانية، وهي الموقع بتاعك أو صفحات الهبوط اللي الناس بتتحول عليه بعد لما بتضغط على الإعلان. لأن أنت ممكن يكون عندك حملة كويسة جدا وإعلان كويس جدا بيجيب لك ضغطات أو بيجيب لك نقرات بشكل كويس وبسعر مناسب، والإعلان فعلا بيعبر عن الخدمات أو المنتجات اللي أنت بتبيعها، وتكون النتائج سيئة بسبب صفحة الهبوط أو بسبب الموقع اللي أنت بتشتغل عليه. فمن فترة للتانية لازم تراجع كده على الموقع تتأكد إن هو شغال بشكل كويس، ما حصلش فيه اخطاء، الكول تو اكشن او يعني الخطوه اللي انت عايز العميل ياخدها تكون واضحه، الموقع مثلا بيفتح بسرعه. يعني خلينا نشوف على سبيل المثال كده. والله انا اول ما ادخل هنا اعرف ان الناس ديت بتشتغل مع المتاجر الالكترونيه وشغالين في جوجل ادز. هنا كده عايزيني احجز استشاره مجانيه، لو دوست هنا كده هروح ان انا اقدر اتواصل معاهم. هنا كده في زرار واتساب وهكذا. فمهم جدا ان انت تراجع صفحة الهبوط بتاعتك من وقت للتاني، وبرضه لازم تراجعها على الموبايل لان زي ما احنا عارفين اغلب الزيارات او اغلب الترافيك دلوقتي بيجي من الموبايل. يبقى خلينا نراجع مع بعض اللي احنا اتعلمناه في الفيديو ده. احنا اتكلمنا عن الميزانيات المتعارف عليها، وقلنا الميزانية المفروض المتعارف عليه من $100 في اليوم وانت طالع. الميزانيات اللي اقل من كده الميزانية اللي هي $20 و$25 دي تعتبر ميزانية صغيرة. وقلنا ان انت لو معاك ميزانية صغيرة وعايز تشتغل على اعلانات جوجل يبقى في الاول لازم تشتغل على نوع واحد من الحملات، ورشحنا ان احنا نشتغل على حملات البحث. ولازم برضو تختار خدمة واحدة من اللي انت بتعلن عنهم وتكون اكتر خدمة بتبيع عندك او اكتر خدمة بتدخل لك فلوس، وتقدر بعد كده لو توفر معاك ميزانية اعلى ان انت تبدأ تعلن عن الخدمات التانية. وبرضو النصيحة اللي بعد كده ان احنا كنا نركز على منطقة واحدة مش نركز على دولة بالكامل. وبرضه لما توفر معاك ميزانية ابدأ اختار ووسع الاستهداف الجغرافي بتاعك، وتركز على الكلمات المفتاحية اللي فعلا ليها علاقة أو بتوصف الخدمة بتاعتك بشكل كبير. وزي ما اتفقنا لازم انت تكون قادر توفر ميزانية انها تجيب لك على الأقل 10 نقرات في اليوم. ولو انت محتاج أي مساعدة أو أي استشارة في إعلانات جوجل تقدر تتواصل معانا، هسيب كل طرق التواصل كده في وصف الفيديو، وتقدر تحجز استشارة ندخل معاك إن شاء الله ونشوف نقدر نساعدك إزاي. نشكركم على المشاهدة ونراكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.